الو كابتن ثروت. ازي حضرتك عامل ايه؟ ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ وحشني. اخبارك ايه وانت؟ والله ويعني لسه كنت بشيد بيك انك انت بتواجه وبتظهر في كل وسائل الاعلام، وده يحسب لك للامانه يعني. تحياتي للنجم كابتن رضا عبد العال بيسلم عليك. حبيبي يا سياده اللواء، ازي حضرتك؟ وحشنا كابتن رضا والله. ربنا يبارك لك يا حبيبي. كابتن رضا كان بيتكلم معايا دلوقتي طبعا تعقيبا على ان حضرتك قلت طبعا التصريح الشهير بتاع حضرتك اللي من كام يوم مع هاني حتحوت، اللي هو في حاله طبعا انسحاب بيراميدز امام سيراميكا تطبق اللائحه ويتم خصم 6 نقاط. فبرضه الكابتن رضا قال يعني طب ما عملناش كده مع النادي الاهلي ليه؟ تمام. اتفضل. بص يا كابتن رضا، يعني كل حاجه ليها حيثياتها وكل حاجه ليها مبرراتها، وانا بكلمك وانت عارف يا كابتن رضا احنا يعني عشرة. انا لو في حاجه هقول لك، ولو في مثلا توجيه معين او فكر معين او راي معين، انا بقول لحضرتك موضوع خصم ال3 نقاط من النادي الاهلي او الاكتفاء ب3 نقاط، اول ما طلعت اداره المسابقات القرار طلعت ب3 و3. تمام يا كابتن؟ خليه بس يعلق عشان السؤال. طيب نعلي الصوت. هو سامع حضرتك. اتفضل يا ست اللواء. بعد ما اداره المسابقات طلعت 3 و3 اجتمعنا يوم 30 مارس. لا ما كانش في اجتماع يا سياده اللواء. كان فيها كابتن رضا. لا ما اجتمعتوش خالص. طب خلينا نسمعه بس لا ما احنا هنرد. اسمعه. لا ماشي هنرد بس عشان ايه؟ ماشي اكتب في ورقه بس اسمعه للاخر. اتفضل يا ست اللواء. بص يا كابتن رضا، ما هو لما انا بكلم حضرتك بقول لك انت حبيبي، فلازم تعرف ان انا مش هقول كلام ما حصلش، لان انا لا ما اصل انت السنه اللي فاتت يا سياده اللواء برضه في ماتش الزمالك لما انسحب فقالوا لك لو النادي الاهلي، قلت لهم لا النادي الاهلي ما عملش كده. عمره ما انسحب، قلت لك كده حصل. امال السنه دي ايه؟ هرد عليك انا برضه دلوقتي. لا يعني ان مثلا السنه دي اللي حصل زي السنه اللي فاتت، ولا السنه دي كانت كارثه اكتر من السنه اللي فاتت لان جمهور راح ولاعيبه راحت وحكام راحت. طيب يعني نسمعه بقى. يعني. ماشي اتفضل يا ست اللواء. طب هنسمع بعض ولا مش اتفضل. خلي بالك انا بكلمك من الشرقيه 10 مليون مواطن، خلي بالك. يعني هيجيبهم لك ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يجيبهم لك ويجي. ايه يعني لا احنا عندنا القليوبيه 60 مليون لا 50 مليون في القليوبيه. وبعدين انا نائب المحافظه دي، فيعني خلي بالك كابتن رضا ايه، لازم تبقى الامور. انت تعمل اللي انت عايزه يا ست اللواء. اتفضل. بص يا كابتن اسلام، كابتن رضا بيتكلم على ماتش الزمالك وانسحابه. ايوه انا طلعت سالني لو الاهلي انسحب كنت هتخصموا 6 نقاط من النادي الاهلي، فانا رديت بعفويه على طول، قلت لا النادي الاهلي ما يعملش كده. صح. طبعا هنا اهلاويتك هي اللي خلتك ترد. لا مش موضوع اهلاويتي والله يا كابتن اسلام. ماشي انا اكمل لك انا. اتفضل. نيجي نتكلم على موضوع بيراميدز. موضوع بيراميدز انا بيسالني الكابتن هاني حتحوت بيقول لي بيراميدز ما قلتلوش لبيراميدز ليه؟ قلت له كل احترام لبيراميدز، واحنا عاوزين بيراميدز تاخد دوري افريقيا، لان في الاول وفي الاخر ده نادي مصري وفي احسن لعيبه في مصر. وتحددت الكابتن هاني السعيد المدير الرياضي حاجه مشرفه، لكن تاجيلات مش هينفع تاجيلات لان احنا ليه مش هينفع؟ ليه ما كان النادي الاهلي بيتاجل له؟ طب ثواني بس. انا خلص كلامك يا كابتن لغايه لما يخلص اسمع. قول اللي انت عاوزه بعد كده يا كابتن رضا. قول اللي انت عاوزه. معاك كابتن. وبعدين قلت له لو اجلنا كان لبيراميدز هنأجل ماتش الاهلي وفاركو هيتأجل، لان الاثنين بينافسوا على الدوري. فبما ان الجمعيه العموميه للانديه لما اجتمعت السنه اللي فاتت عشان نعمل شكل جديد للدوري، كان اول قرار اتاخد من الجمعيه العموميه تنسيقا مع الرابطه ما فيش مؤجلات، وكان في هجوم على الكابتن عامر حسين وبيأجل الاهلي والكلام ده كله حصل، وبالتالي ما اجلناش ولا ماتش خلال الموسم ده. هيجي الكابتن لا اجلت رضا هيقول لك هكمل اهو. الكابتن يقول لك لا اجلته للاهلي وانبي قبل باتشوكا يا كابتن. طب ما انا هو بقول لك لا يا اصل انت بتقول ما اجلناش. لا اتاجل. ما انا هقول لك الكابتن رضا هيقول لك الاهلي وانبي ده في دوري كاس العاصمه. ده مش انا مالي، ما هو دوري. لا بطوله. لا كاس العاصمه غير الدوري حبيب قلبي بطوله. لا كاس العاصمه غير الدوري. ده المفروض ان انت تلعب بالناشئين. احنا دايما الازمه عندنا كان المؤجلات في الدوري، فهو بيكلمك ان كاس العاصمه غير الدوري. كمل يا كابتن ثروت. كاس العاصمه ده دوره وديه رسميه، بدليل ان في انديه ما اشتركتش فيها. والانديه الكبيره الاهلي والزمالك. لا والاهلي والزمالك بيشاركوا باللاعبين الشباب، ده طبيعي جدا. عشان ان هي اصلا بطوله هزيمه. لا احنا بنتكلم. لا ماشي احنا كابتن اسلام ماشي. يبقى الدوري التاجيل في الدوري غير التاجيل في كاس العاصمه. كمل يا كابتن. لا بص دي بطوله. طب يا الراجل يكمل.
كمل يا كابتن ثروت. ما انا هروح اقول لك سلام عليكم وخلاص. شكرا. ما انا مش يا كابتن رضا، يا سياده اللواء محدش اسمعني وعقب زي ما انت عاوز يا كابتن رضا بعد كده. ما انا نسيت يعني، انا ما اعرفش ايه اللي اتقال. هكتب لك. لا انت ما بتنساش، انت ما بتنساش حاجه خلاص. لا دي لا، ما بتنساش حاجه. طيب يا كابتن رضا، لما اجتمعنا في بدايه الموسم كان الكلام كله يا كابتن رضا على مؤجلات الدوري. قالوا احنا مش عاوزين مؤجلات، ودي جمعيه عموميه اللي هي بتشكل الرابطه دي ممثله لل 18 نادي ما عدا انا وسياده اللي هو صفي ممثلين لاتحاد الكوره. ماتش الاهلي وانبي كاس دوري كاس العاصمه يخص الرابطه، وكان في مبرر طلبوه ووافقه انبي والكلام ده كله. لكن انت النهارده بتتكلم في الدوري. انا قلت الحل الوحيد كان يا كابتن رضا ان بيراميدز لو حضرت اجتماع الرابطه اللي هو الغي فيه الهبوط كان هيطلبوا ان تاجيل الماتش. كان ال 18 نادي او ال 15 نادي هيوافقوا على هذا الموضوع وهيطلبوا من الرابطه. يبقى اللي طلب يا كابتن اسلام مين؟ الجمعيه العموميه وليس الرابطه، عشان لو كان حصل خلاف. ادي بتكلم على الماتش. انا جيت قلت له يا كابتن هاني الكلام ده، قال لي طب لو بيراميدز ما جاتش الماتش. قلت له يعني ايه ما جاتش الماتش؟ هو دوري مدارس؟ ده دوري عام. ما جاش الماتش هيطبق عليه اللائحه. قال لي انهي لائحه بالظبط؟ قلت له 6 نقط. اللائحه 6 نقط. قال لي طب اتخصم من النادي الاهلي 3 نقط ليه؟ شرحت له المبررات اللي خدنا بيها. فاجي اكلم دلوقتي الكابتن رضا يقول لك ايه؟ لا انتوا ما اجتمعتوش. هو انت كنت معانا يا كابتن رضا؟ انا عارف ان انتوا ما اجتمعتوش، ده كانت ليله واقفه وكله ما شاء الله. يا كابتن رضا، يا كابتن رضا، ده انا جيت من العمره يا كابتن رضا. كابتن التليفون جه وخلاص والموضوع انتهى. كابتن اهدى بس، تعرف تهدى. طيب كابتن ثروت، حضرتك قلت جمله مهمه جدا. لسه ما خلصتش الكلام ده عليك يا كابتن اسلام. طب اتفضل. فانا اجتمعنا يوم 30 مارس وبالاجماع الموجودين في الرابطه على الاكتفاء ب3 نقط لسببين، وبقول لك على هو اهو. السبب الاولاني تحديد ماتش الاهلي والزمالك بعد 4 ايام كان شيء مش موافق. مش موافق في اداره المسابقات. وخلي بالك يا كابتن اسلام، لو في تدخل من الرابطه في اداره المسابقات ما كانش هنتوافق على ان اول ماتش يتلعب الاهلي والزمالك. انت بتلعب ماتش الاهلي والزمالك قطبي الكره في مصر بعد 3 ايام ولا 4 ايام، وانت عارف ان هيطلب حكام اجانب. عدم التوفيق في اختيار ميعاد الماتش كان احدى، وخاصه طب مين اللي بعد اذن حضرتك يا سياده اللواء؟ ما هو قال لك كده. لا استنى بس اداره المسابقات. لا، مين اللي اعلن القرعه؟ ما هو مدير اداره المسابقات. ما انا بقول لك كابتن رضا، ومش عاوز اقول لك كابتن رضا برضو. ايوه ما هي اداره المسابقات اللي بتعمل القرعه يا كابتن رضا. مدير اداره المسابقات يا كابتن رضا. ماشي ما اختلفتش مع حضرتك، استاذن حضرتك بس اشتغل على الفكر بتاعه ان في الذكاء الصناعي والتقنيه العاليه اللي اتعملت. لا في حاجات عاليه ايه؟ اذا كان اصلا انتم مطلعين بيراميدز 8 ماتشات بره، يبقى الذكاء الصناعي ده ذكاء مصري. ده ذكاء مصري حضرتك اللي حاطط القرعه دي. ذكاء اصطناعي ايه؟ في فرقه تلعب 8 ماتشات بره ملعبها؟ عارف يا كابتن رضا، بس عشان بحبك انا مش هقدر اتكلم. وانا بحبك والله العظيم، بس انت خد مني يا كابتن رضا. عارف يا كابتن رضا، لو في تدخل لا في تدخل يا سياده اللواء. طب خد مني خلينا نسمعه. كمل يا كابتن ثروت. لو في تدخل يا كابتن رضا كنت انا اول واحد قلت مش هتلعب الاهلي والزمالك اول ماتش في المرحله الثانيه. لا هي كانت معموله للنادي الاهلي يا سياده اللواء. ليه؟ لان نادي الزمالك لعب ال3 والنادي الاهلي لعب ال4، وحطوا كاس مصر اللي انتم ما رضيتوش تاجلوه يوم الجمعه. هو كاس مصر اتحاد الكره اللي بيديره. ماليش دعوه ما عشان نحط لا اسمع بس الكلام واترفض. خليني ماشي عشان اقول لك هو اتحط ليه، وعشان كده وافقوا ان ماتش الاهلي والزمالك يتلعب لايه. عشان الزمالك لعب ال3 هيلعب الجمعه في كاس مصر، هيلعب يوم ال3 مع النادي الاهلي. دي رقم 1. رقم 2 هي كرابطه او لجنه مسابقات عمرهم ما تخيلوا ان النادي الاهلي هيعترض على التحكيم المصري. واخد بال حضرتك؟ ودي نقطه مهمه وحط تحتها مليون خط. تمام. واخد بال حضرتك؟ يبقى اول هام في اسبوع نادي الزمالك هيلعب 3 ماتشات، لعب ال3 هيلعب الجمعه هيلعب ايه؟ ال3. طيب تاني هام ما عندهمش اي قناعه ان النادي الاهلي هيرفض الحكام المصريين، اللي لولا الحكام المصريين انا من وجهه نظري انا بقى ماليش دعوه بحد، ان النادي الاهلي ما كانش لعب في ال9 الكبار.
لو ما كانش التحكيم اللي هم عملوا عليه الهاله دي. لا والنبي يا كابتن رضا، واخد لا انا بالك؟ معترض ومتحفظ اعترض. على الجمله خليني دي. بس ما اكمل ينفعش الكلام. تقولها. خليني لا، ما بس ينفعش اكمل تقولها. الكلام. طب ماشي. اكمل الكلام. تمام. واخد بال حضرتك؟ فانت هتقول يا سياده اللواء ان انا لو كنت موجود، لا انتوا عاملينها عشان ان النادي الاهلي بقاله 4 ماتشات او 5 ما بيكسبش نادي الزمالك، حلو. ودي فرصه خلاص. فرصه ان انا ارجع طيب. تاني. خلصت، سيبه بقى يرد. بص يا اتفضل كابتن يا إسلام. كابتن ثروت. انا برضو بقول لك يعني بمنتهى الحياديه، لو في تدخل من اداره الرابطه او مجلس اداره الرابطه في شكل الجدول، ما كنت انا بقول لك، عشان انا برضه، انا مش بقول لك انا شخصيا، لان انا بقى في موضوع المسابقات وفي موضوع كنت مشارك دايما في موضوع اقامه المباريات وكده، وانت عارف يا كابتن اسلام. فبالتالي كنت اول واحد اقول بلاش الاهلي والزمالك اول ماتش في المرحله الثانيه دي مبدئيا. الكابتن رضا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ما هم مش متوقعين الاهلي هيطلب، لا الاهلي كان طالب حكام اجانب وقال مش هلعب غير بحكام اجانب من قبل كده. عشان كده انا كنت بلوم مدير اداره المسابقات، انت عارف ان الاهلي والزمالك هيبقى حكام اجانب، فاجي احطه بعد 4 ايام. ده السبب يا كابتن اسلام اللي كان فيه مبررات كبيره جدا، او مبررات للاكتفاء ب3 نقط. طيب. طب سؤال بس والنبي. انت دلوقتي القرعه بانت يوم الخميس صح؟ الماتش يوم الثلاث صح؟ انا دلوقتي كنادي اهلي عايز حكام اجانب، مش بقدم مذكره بطلب فيها حكام اجانب؟ بعمل الكلام ده ولا لا؟ ومين قال لك انه ما تقدمش؟ لا ما تقدمش برضه يا كابتن رضا. لا ما تقدمش. هو انت كابتن رضا خلاص طلعوا المذكره اللي النادي الاهلي بعتها واعرضوها لنا عشان نقفل بقنا. تمام. كابتن اسلام ما يبقاش كلام كله مرسل. اتفضل يا كابتن اسلام. هبعت لك يا كابتن اسلام ما يفيد ان النادي الاهلي اول ما اخطر بماتش الاهلي والزمالك يوم الثلاث طلب حكام اجانب. تمام. اوكي. ده كلام طيب. كلام مفروض. انا هرجع بس الجمله حضرتك قلتها ان لو بيراميدز انسحب احنا مش في دوري مدارس. طب لما ما اتقالتش الجمله دي نفسها ليه لما الاهلي انسحب او لما الزمالك انسحب السنه اللي فاتت؟ طبق على الزمالك. انا بتكلم على الدوري، انا بتكلم على جمله دوري مدارس. ما يقدروش يطبقوا على النادي الاهلي. خليني بس اسمعه. كابتن اسلام اتفضل. حوار كبير جدا في ماتش الزمالك اللي فات، والناس بتتكلم، وانا اتهامات كتيره بالنسبه لي ان انا هاجمت نادي الزمالك، وده ما يحصلش اصلا، لان كل احترام نادي الزمالك وجماهيره ولاعيبته والكلام ده كله ومجلس ادارته. لكن انا بتكلم ايه الفرق بين ماتش الاهلي والزمالك؟ ان كل رموز الكوره في مصر من اول الوزير للكابتن هاني، كل رموز الكوره كلموا الكابتن حسين لبيب عشان يثنوه عن عدم انه يلعب ماتش الاهلي والزمالك الاولاني. طب ما كلمتوش ليه الكابتن محمود الخطيب يروح الماتش؟ طب ما خليك بس معايا يعني. هو انا مش هجيب حكام اجانب، انا كحسين لبيب. كابتن رضا خليني اسمعه. كابتن رضا خليني اسمعه يا عم. اسمعني بس. كابتن رضا لا انت اتكلمت، انت واخد الحلقه لحسابك يا جدع بقى. اقعد بقى روح يا كابتن اسلام. اهدى يا كابتن رضا. تعرف تسكت؟ كابتن رضا بس خلاص كمل يا كابتن ثروت. الماتش الاهلي يا كابتن رضا ويا كابتن اسلام، انا اول واحد قلت انا يعني دي أسوأ قرار بالنسبه لي سمعته، انسحاب النادي الاهلي في ماتش الزمالك. وزي ما الكابتن رضا قال كده، انت طلعت قلت الاهلي ما يعملش كده، فهم مسكوني في الحته دي. بس انا بتكلم صح، او انا شايف من وجهه نظري الشخصيه مش النادي الاهلي يتسحب ولا اي نادي يتسحب. طب انسحب ليه؟ انا النهارده انسحب عشان عاوز حكام اجانب. هو ده مبرر؟ سبحان الله. هو ده مبرر؟ انا بقول لك انت حطيتني بعد. ما انا بقول لك لو انا بقى ده مبرر كنت انا عملت مذكره وطلعت في القنوات، وانا عندي قناه النادي الاهلي اطلع فيها واقول انا مش هلعب الماتش. الكلام ده بقى يوم الخميس يوم الجمعه، انا عندي ماتش الثلاث اللي جاي والنهارده مثلا السبت مش هلعب الا بحكام اجانب. كانوا يتصرفوا لك زي ما سياده الوزير جه بعد الاجتماع وحاول ان هو انقاذ ما يمكن انقاذه، ويجيب حكام سعوديين ما بيحكموش في الدوري بتاعهم عشان ينقذ الموقف هنا، ولكن كان الوقت متاخر. تمام. كنا نلعب في الصحوف. في اي تعقيب ليك سياده اللواء عشان الوقت بتاعي؟ لا حبيبي، انا اتشرفت بيك يا كابتن اسلام والكابتن رضا. حبيبي احنا معزومين عندك الاسبوع الجاي يا سياده اللواء. ده انا شرف ليا يا كابتن رضا والله. حبيبي ربنا يخليك. ثروت سويلم طبعا عضو رابطه الانديه والنائب المحترم، بشكرك طبعا، وبشكرك كمان على شجاعتك مره ثانيه بقولها، ان هو بيدخل وبيواجه وبيتكلم وبيرد على كل الاسئله، وهو ده المفروض اللي يكون عند كل مسؤول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في كل مكان. طبعا النهاردة هنتكلم عن واحد من أكتر الشخصيات المثيرة للجدل في الإعلام الرياضي المصري،
الكابتن رضا عبد العال. هنتكلم النهاردة عن سبب وقوف كابتن رضا عبد العال إعلاميا لمدة أسبوع. إن شاء الله من خلال الفيديو ده هنتكلم عن التفاصيل الكاملة عن سبب إيقاف كابتن رضا عبد العال إعلاميا لمدة أسبوع. ولكن قبل ما نبدأ في الفيديو يا ريت ما ننساش نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وأتم التسليم. فيديو النهاردة فيديو مثير جدا وفيديو فريد من نوعه، يعني طبعا كلنا عارفين كابتن رضا عبد العال بتصريحاته بآرائه الجريئة اللي دايما بتثير الجدل، لكن المرة دي الأمور خرجت عن السيطرة. وكان في طبعا رد فعل قوي جدا من كابتن رضا عبد العال، ودي طبعا اللي أدى إلى إيقافه إعلاميا لمدة أسبوع. تمام، خلينا كده نتكلم عن التفاصيل واحدة واحدة. يعني في إحدى حلقات برنامج البريمو على قناة تاين حصلت مشادة حادة. الحوار كان شديد بين الكابتن رضا عبد العال وثروت سليم عضو رابطة الأندية المحترفة. الجدال كان سببه واحد، سبب الجدال ما بين الكابتن رضا عبد العال وثروت سليم كان بسبب قرارات رابطة الأندية بخصوص مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. هو ده كان السبب الرئيسي اللي أدى مشادة حادة ما بين كابتن رضا عبد العال وثروت سليم. كان طبعا زي ما قلت لكم بسبب قرارات رابطة الأندية بخصوص مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. كابتن رضا عبد العال اعترض بشدة واتهم الرابطة بعدم الشفافية. كابتن رضا عبد العال اعترض بشدة واتهم الرابطة بعدم الشفافية، مما أدى إلى تصاعد التوتر بينه وبين ثروت سويلم. هنتكلم بقى على قرار الإيقاف بعد يعني المحادثة اللي كانت ما بينهم وانفعال كابتن رضا عبد العال بقرارات رابطة الأندية بخصوص مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف الكابتن رضا عبد العال عن الظهور الإعلامي لمدة أسبوع واحد فقط بسبب مخالفته للأقوات والمعايير الإعلامية. تمام، يعني خلينا نعيد تاني قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإيقاف كابتن رضا عبد العال عن الظهور الإعلامي لمدة أسبوع بسبب مخالفته للأقوات والمعايير الإعلامية. قناة تاين فعلت التقييم الذاتي ووافقت على القرار. راجعت اللي هو قرار المجلس الأعلى ووافقت عليه، والمجلس شكر القناة على استجابتها السريعة طبعا عشان وافقت على القرار. ولكن يعني القرار أثار ردود فعل متباينة. البعض اعتبره ضروريا لضبط الأداء الإعلامي، والبعض الآخر شافوا قمعا لحرية التعبير. يعني ردود الفعل كانت ناس بتقول يعني ان هو كده دي حرية تعبير، تمام، والجمهور انقسم بين مؤيد ومعارض، والسوشيال ميديا طبعا اشتعلت بالتعليقات، وزي ما سمعنا عن سبب ايقاف كابتن رضا عبد العال اعلاميا لمدة اسبوع. فاحنا يعني مش عارفين هل كان قرار الايقاف في محله، فعلا كان القرار في محله، ولا كان ممكن التعامل مع الموقف بشكل مختلف. الموضوع يفتح نقاش كبير عن حرية التعبير في الإعلام الرياضي وحدود النقد
المقبول. يعني هو اللي زي ما قلت لكم من شوي، يعني كان رد فعل كابتن رضا عبد العال او المشادة اللي حصل، مشادة حادة بين الكابتن رضا عبد العال وثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة. الجدال كان بسبب زي ما قلت لكم قررت رابطة الأندية بخصوص مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. طبعا هي المباراة القمة ما بين الأهلي والزمالك هي اللي عملت جدال كبير وعملت نقاش كبير في خلال الدوري المصري السنة دي بصراحة. يعني هي مباراة الأهلي والزمالك واللي انسحب فيها الأهلي أو ما راحش المباراة من يومها. وطبعا النقاش بقى في الموضوع كل شوية قرارات، كل شوية خصم نقاط، كل شوية معرفش ايه والكلام ده كله، ولسه مخلصناش لحد دلوقتي. وفي مشاكل كتير مما أدت برضو إلى يعني واحد زي كابتن رضا عبد العال دايما تصريحاته قوية وردود فعله قوية. وبصراحة الراجل ده بيقول كلمة حق، مش عايزين نقول ان هو بقى كان زملكاوي او محايد شوية للزمالك وكده، ولكن هو دايما ردود فعله قوية جدا. اخر ردود فعله تمام في المشادة الحادة بينه وبين ثروت سويلم. ثروت سويلم طبعا ده عضو في رابطة الأندية المحترفة. المشادة اللي حصلت ما بينهم هو كان عشان خاطر برضو الموضوع ده قرارات رابطة الأندية بخصوص مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. وكابتن رضا عبد العال يعني اعترض بشدة واتهم الرابطة بعدم الشفافية، مما أدى إلى تصاعد التوتر بينه وبين سويلم. بس اللي أنا عايز أقوله لكم إن كابتن رضا عبد العال هو يمكن كده ارتاح ومش فارق معاه الموضوع إن هو يقف إعلاميا أو ما يقفش أو يقف لمدة أسبوع. المهم إن هو طلع اللي عنده وجاله لثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة. تمام، يعني هو أكيد طبعا ده رد فعله كان كده ومش فارق معاه الموضوع خالص، يقف اسبوع يقف شهر ما يقفش يكمل ما يكملش، المهم ان هو جواه كلام عايز يقوله وجاله على الهوا. تمام، زي ما قلت لكم قرر المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ايقاف الكابتن رضا عبد العال عن الظهور الاعلامي لمدة اسبوع بسبب مخالفته للاقوات والمعايير الاعلامية. بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو. ان شاء الله ربي يعجبكم. ما تنسوناش باللايك الجميل والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.